ايوه ندي للجاره على هم كم مثلا 500 واحد، ادي لهم 500 فدان او ادي لهم مثلا 200 فدان. لا كلامك صح كلامك صح كلامك صح. عشان يبقى في فعلا زراعه، بس ممكن نعمل كده هنلاقي برضه وقت هندي تمام. ايوه تمام. ايوه هنبدا خلاص ماشي. تمام. سيادتك بالنسبه الصرف الزراعي، الصرف الزراعي سنه 96 لما جالنا الدكتور عبد الهادي راضي علشان حل هذه المشكله، كانت اللجنه بتراعى ان يبقى فيها ناس من ابناء سيوه لان اهل مكه اقرب شعبها. ولما سيبنا راي اهل سيوه بقينا نشتغل من 96 ل 2012 واحنا بتزداد المشكله، يعني بتزداد سوءا واتدبرت الاراضي الزراعيه. لكن ده حكمه ربنا سبحانه وتعالى عشان يعود الناس من تسويق الزيتون ان يديهم خام الملح عشان يشتغلوا عليه، فده من الله سبحانه وتعالى. لكن حل مشكله جذريه في واحد سيوه يترتب على الاتي، والكلام ده قلناه من سنه 96 مع اللجنه اللي جت لنا سنه 96 برئاسه المرحوم دكتور عبد الهادي راضي، ان مياه سيوه صرفها للناحيه الشرقيه تاخد اتجاه تبغبغ. وزاره الاشغال والموارد المائيه عامله ابار اختباريه على طول الخط، كل 10 كيلو تلاقي بير اختباري. اقدر اعمل محطات خلط من ميه الصرف واعيد استخدام المياه في الابار الاختباريه المعموله المهدره في صحراء سيوه، واجيب ناس بتوع الامم لسات المحافظه. مش عرضت ده على ولا عرضتهاش؟ لا ما عرضتش. ليه؟ لا ما يا ابني المتخصص كان موجود معانا. ليه ما عرضتوش خالص؟ لا انا ما عرفناش. سيبه. طب ماشي هديك بس متاكد ان الانسان ما يكررش. ما بكررش. لا انا اتكلمت. اتفضل. سيادتك لو عملنا محطات خلط وعدنا استخدام المياه من مياه الابار الاختباريه الموجوده فعليا محفوره، مش عايزين نزود حفر ابار في الواحه علشان الميه غير متجدده، واستزرع بيها وانا باخد الخط وماشي البير اللي بعده. لو فضلت معايا ميه في السنوات القادمه ممكن تنزل مخرج تبغبغ اللي يبعد عن سيوه 80 كيلو، وده يعني حل جذري للموضوع. وكل ما بعيد عنه احنا بنهدر فلوس الدوله. يعني انا لما اتكلمت واحنا قاعدين في القاعه الكبيره لازم تتعمل في سيوه زراعه مظبوطه، زراعه بشكل ونمشي في الابار اللي موجوده الاختباريه او ابار البترول او الكلام ده، تعمل زراعه مكثفه صح. وهذه الزراعه المكثفه احنا مش عندنا مشكله فيها، واهالي سيوه دي هتتعمل لهم. صدق الدكتور. السؤال معلش يا دكتور، الان كيفيه التحرك او كيفيه العمل مع قصه الصرف الزراعي